إزاي فن التغافل بيكون سر من أسرار السعادة الزوجية في الإسلام؟ التغافل بين الزوجين مش ضعف، ده فن بيحافظ على البيوت. مش كل غلطة لازم رد فعل، ومش كل كلمة تستاهل زعل. تعالى نشوف إزاي فن التغافل بيكون سر من أسرار السعادة الزوجية في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين والمشاهدين، أهلا بكم في موضوعنا النهاردة: إزاي فن التغافل بيكون سر من أسرار السعادة الزوجية في الإسلام. وقبل ما نستكمل موضوعنا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أحباب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلنستكمل باقي الموضوع. يعني إيه تغافل؟ هو إنك تتغاضى عن الغلطات الصغيرة عشان تحافظ على السلام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو في حاجة ضايقتك أكيد في حاجة تانية تفرحك فيها. أمثلة بسيطة من الحياة اليومية: لو نسى موعد، بدل ما تقولي انت دايما بتنسى، قولي هنفتكر سوا المرة الجاية. لو ننسق البيت، مش عاجبك تنسيق البيت، نساعد بعض بابتسامة هادية وكلمة حلوة من القلب بينكم انتم الاتنين. لو الزوج قال كلمة جارحة في حق الزوجة، مش لازم تردي وقتها. وبالنسبة للزوج برضه ممكن موضوع المناقشة يتأجل بعدين بس بهدوء. ازاي تتعاملي وتتعلمي التغافل. فرقي بين الغلطة الصغيرة والكبيرة. الموضوع ده للطرفين، للزوج أو الزوج. نفرق بين الغلطات الكبيرة والصغيرة. بدل الانتقاد، الصمت هو بيكون أكبر وسيلة بينكم. وبعد كده هزار خفيف، وبعدين بنفكر تفكير في موقف حلو عشان نوصل ان احنا نتكلم في الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه عشان نجيب فايدة في الكلام. فايدة التغافل كبيرة جدا. هي له فوائد في النفس وعديدة في الحياة الزوجية، بتعلي روح المحبة بينا. حاجات بسيطة ممكن نعملها بس بتأثر في حياتنا، وعادات بسيطة هي اللي المفروض نمشي عليها ونعد حياتنا بيها. فائدة التغافل كبيرة جدا، بتهدي النفوس قبل ما تولع الدنيا والبيت يصبح فيه مشاكل. بتخلي الشريك بيحس بأمان، بيحافظ على طاقتك ووقتك للحاجات المهمة. لكن خدي بالك أو باله
في حاجات ما ينفعش تسكتي عنها. زي ايه هي؟ زي الإهانة المتكررة أو التقصير في الصلاة، وطبعا التذكرة بأسلوب حلو مش قدام الأولاد، أو لو قررت تأذي الأسرة ساعتها تتكلم بهدوء، أو هو برضك يتكلم بهدوء زي ما ربنا قال فاعظوهن. كلمات بتكون بسيطة لكن بتساعد الأسرة على إنها بتكون أسرة ناجحة بالنسبة للزوج أو الزوجة. يعني الكلام ده بين الزوج والزوجة زي ما هو للزوجة بيكون بردك للزوج. الدعاء المستمر لهم على طول بيكون بصفة مستمرة، والإذكارات طبعا عشان الأولاد تكون في قدوة حسنة بينهم وبين بعضهم، وإن يتخذوكم أنتم القدوة. طبعا مفيش يكون حيز إن أنتم بعيد عنهم، أنتم معاهم في كل وقت، بس دي عادات بسيطة لازم تكون موجودة في كل أسرة بالراحة وبالهدوء وبالتفاهم. كلمات تساعد على التغافل: اللهم اغفر لي ولهم واصلح بيننا. ده اختيار واختبار لنفسك ولصبرك، وربنا هيعوض صبركم خير. ولو انت غلطت يعني او هو غلط، التسامح ما بينكم هو الحل. الخلاصة انك تكون انسان واعي فاهم ان الاسرة ما بتتبنيش كده يعني سهل، لانك انت دخلت في يعني بناية بيت، وبناية البيت مش سهل انك تهدها بكلمة او انك تزعلها او هي تزعلك، لان البيت دوت فيه اولاد محتاجين رعايتكم. الخلاصة ان التغافل مش تجاهل، التغافل حب ورحمة ونبل. خلوا بينكم جسر من الهدوء بدل ما كل كلمة تبقى معركة. وده طبعا بان كل واحد ياخد قدر من الراحة. لو كان في البيت وحصل مشكلة، بدل ما يرد يطلع برا شوية، وهي برضك بدل ما ترد تدخل تعمل حاجة في البيت وتسكت وما تردش لحد ما الموضوع يهدى ما بينكم، بعدين تكلموا مع بعض انتوا الاتنين في الموضوع اذا كنتم زعلانين في حاجة. طب بالنسبة ده للزوج وللزوجة برضك عشان خاطر ما يبقاش فيه تطور في العلاقة. كل وقت كده بناخد فترة هدوء مع نفسنا، وكل واحد بيفكر في هو عمل ايه، زعل التاني في ايه، وازاي يصلح التاني بحكمة وتريث عشان أولادنا، عشان خاطر ما يبقاش الأسرة فيه بناء غير سليم، عشان أولادنا مش تنظر لنا بنظرة مش حلوة. المعركة الأسرة لا، هي مش معركة، هي حب بينك وبينها، بإنك انت بتكلمها بصفة دايمة، بإنك انت بتعرفها ازاي انك انت بتحبها، وانك انت خايف عليها، وانك انت مش دايما بتبعد عنها في
في أوقاتها الصعبة، إنك أنت دايما موجود معاها بكيانك، بحبك ليهم، بدعائك، ده بيعلي من قيمة الحياة ما بينكم، بيخلي الأسرة لها وضع تاني في حياتكم. طبعا الأولاد طبعا في الوقت دوت بيشوفوا إن العلاقة متحسنة بينك وبينها، فمش طبعا في الوقت دوت مش بيبعدوا عنكم، بيقربوا منكم، مش بيروحوا لحد تاني. فطبيعي آه، إن العلاقة تبقى ناجحة، والبيت بيكون ناجح، والأسرة بتكون هادية جدا. وطبعا الأولاد طبعا بتشوف كده، بتكون هي في حالة هدوء نفسي، والأسرة كمان. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الملكة سوسن النجار، وأهلا بكل المتابعين القدامى والجدد. الرجاء الاشتراك وتفعيل جرس القناة على الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.